بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات حكاوي الدكتور الحناوي. الحلقة النهاردة بعنوان 25 سنة ودخلت في سن اليأس. طبعا حضرت مريضة من عدة سنوات، وكان عمرها 25 سنة ومتجوزة من 6 شهور، والدورة غيباها 10 شهور، وبتشتكي من سخونية بتطلع على وشها وعرق خاصة بالليل، ضيق بالنفس وقلق واكتئاب، في جفاف في المهبل وجفاف في الجلد وصعوبة في التركيز والتذكر وقلة في الرغبة الجنسية. طبعا أنا عملت لها اختبار حمل في الدم بسرعة وأنا قاعد، طلع طبعا سلبي، فأنا شكيت إن يكون دخلت في سن يأس مبكر، بنسميه فشل أو قصور في المبيض. فطبعا بعتها تعمل تحاليل في معمل تحاليل اسمه FSH اللي هو الهرمون المنبه للجريب، وتعمل حاجة اسمها AMH اللي هو مخزون التبويض. فجت لي بعد اسبوع وكان ال FSH ده عالي جدا فوق 100، وال AMH اقل من 1/10 موجود. طبعا دي دخلت في سن يأس مبكر. الحالة دي بتحصل لما ان المبيض يتوقف عن العمل قبل 40 سنة، بنسميه قصور مبيض في مبكر. طبعا أسبابه كتير، في أسباب ملهاش سبب خالص، في أسباب جينية في الكروموزومات، بتبقى الكروموزومات هشة ومكسرة، أو بيبقى في سموم اتعرضت ليها لو واحدة أخذ علاج كيماوي أو علاج إشاعي، أو بتتعرض لدخان سجاير كتير أو مبيدات حشرية وهكذا، أو بيبقى مرض مناعي، يعني الجسم بيهاجم المبيض على إنه ميكروب أو حاجة خارجية مش بتاعته. طبعا الحالات دي بيبقى علاجها الموجود الآن إنك بتديها هرمونات تعويضية، الأستروجين والبروجسترون، على أساس تجيلها دورة صناعية، مش عشان الدورة تيجي وبس، لا، عشان الهرمون نفسه بيعمل حاجتين: إن هو بيمنع أمراض القلب المبكرة تيجي لهذه السيدة، تاني حاجة بيمنع هشاشة العظام. طبعا مع بنزودها بقى بالكالسيوم ومغنيسيوم وفي فيتامينات كتير بتاخدها. طبعا التأكيد بتاع الحالة دي بنعمل بقى بقية الهرمونات، برولاكتين وTSH والتستوستيرون، ونقيس الاستروجين قد ايه، وممكن كمان نحلل الكروموزومات بتاعتها. طبعا وجدوا ان 5% من حالات الفشل المبيض المبكر ده او قصور المبيض المبكر، ان ال 5% بيحصل لها تبويض مرة واحدة كده لوحده، ممكن تحصل حمل عليه. لكن التطور في العلاج بتاعه ان ناس، طبعا الحاجات دي بره مش عندنا، ان هي بتشتري بويضة من سيدة اخرى بتتلقح وبتحطها في الرحم عندها عشان تكمل الجنين. لكن التطور في الحالة قدام ان هم بيقولوا ان ممكن ياخدوا الخلية الجسدية بتاعة الجلد مثلا ويقسموها نصين، وياخدوا النص ده يحطوه في بويضة فارغة ويلقحوها وتجيب منها، يحصل منها حمل. ده لسه في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. وإلى حلقة أخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.